السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ايه الجمال ده يا ولاد؟ ايه الجمال ده؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. قومي كده واحنا في عز البرد كده، اتنشطي كده واعجني لك كده فطيرتين كده دفي بيهم بيتك. خلي جوزك وولادك كده يدعوا لك. ما شاء الله جميله بصراحه، تحفه، خطيره 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 والله ما اقولكش. انا عايزه تعرفي ده ايه؟ دي اسمها حناين، كان زمان بنقول عليها حناين، فطير حناين. المهم بقى كده ما تنسينيش في اللايك ثم اللايك ثم اللايك، ولو انت اول مره تتفرجي عليا ما تنسينيش في تفعيل الجرس علشان يصلك كل جديد. عايزه تعرفي الطريقه دي اتعملت ازاي والجمال والحلاوه ده قدامك تتعمل ازاي؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ما اقولكش. هنعمل مع بعض النهاردة نعمل فطير نفطر بيه، اللي هي الحناين، كنا نقول عليها حناين بسكر وبجبنة. تمام. فانا بصراحة اشتقت للحناين دي فقلت اعملها معاكم وبالمرة نعرف طريقتها ونشوف بتتعمل ازاي. معايا هنا كيلو ونص دقيق. بص الطريقة دي بالويم، يعني أي حاجة بالدقيق والمية، بس بالويم، يعني هي كل الحكاية دقيق ومية يعني وخميرة، فما فيش مشكلة خالص بالنسبة لعجينها يعني. هنا هنحط هنا بس كل الحكاية ذرة ملح. تمام كده. وهنحط شوية سكر صغيرين، معلقة سكر بس كده تطعم لنا العجينة وخلاص. تمام كده. معايا بقى المادة الرافعة بتاعتي، معايا الخميرة البيرة دي اسمها خميرة بيرة، بس انا طبعا محطوطة في الفريزر، لسه مطلعاه من شوية. اسمها خميرة بيرة، يعني بديل الخميرة الفورية، بديل الخميرة البيرة. يعني دي الاساس، والخميره الفوريه طبعا عملوها بديل الخميره البيره. يعني لو انت ما عندكيش خميره بيره دي اعملي بالخميره الفوريه. وهحط معايا باكو بودر. طبعا هو ما كانوش بيحطوا باكو البودر ده ولا بيحطوا معلقه السكر اللي انا حطاها دي، هما كل الحكايه ملح وخميره وميه فقط لا غير. تمام. بس طبعا انا حبيت ازود من عندي البودر وازود من عندي معلقه السكر مادام احنا مش هنعمل عيش، لان احنا كنا دي عجينه العيش، عجينه العيش اللي احنا كنا بنخبزه، فبناخد منها ونعمل الحناين دي. فانا طبعا عشان مش هعمل عيش، كل الحكايه انا هعمل حناين بسكر وبجبنه، فحبيت اطعم العجينه شويه معايا. خلاص. فانا حطيت هنا معلقه السكر وذره الملح والبودر، والخميره هنسيبها لما ان شاء الله نشتغل في العجين. هنعمل هنحطها هنا في العجان. طبعا انت ممكن تعجنيها عادي خالص على ايدك، مفيش مشكله خالص. تمام كده. وهشغل العجان عندي على سرعة الأولانية، وهضيف المية الدافية. أنا بعجن بمية دافية علشان العجين عندي يخمر بسرعة. هنحط شوية شوية ونشوف معايا العجينة محتاجة ايه. كده خلاص الدقيق كله عندي اتدرى كله في الميه. هعمل هضيف معايا الخميره. هعلي السرعه بقى عندي كده، مش خايفه من حاجه، هعلي السرعه بقى. كده يا حبايبي خلاص هقفل بقى وهنرفع. بسم الله ما شاء الله العجينه
ما شاء الله بقت قطنية وجميلة زي ما انت شايفة كده، مش محتاجة مني اي حاجة اهي. ما شاء الله جميلة ازاي اهي. طبعا بتقعدي تلتي فيها كده لما تبقى معاكي العجينة بالجمال ده. كده بقى هنسيب العجينة بتاعتي تخمر. هنحط ايه على الوش كده شوية مية صغيرين، مش يعني يا دوبك بتبلي ايدك كده بالميه ايه وتحطيه عشان العجين ما يشققش. كانوا بيقولوا كده حطي وشها كده عشان العجين ما يشققش معاكي. واغطيه كده وفوطه وهسيبه يخمر الخمره الاولى، وبعد كده بقى هنقرص ونشوف هنعمل ايه. فاصل ونواصل. وادي يا حبايبي بعد ما العجين خمر معايا بالشكل ده، بصي يطبل كده. لما تيجي تعملي عليه كده تبططي عليه كده تلاقيه يطبل معاكي كده وخفيف، تعرفي ان هي ايه خمرت معاكي. لان طبعا عندك التوقيت بتاع التخمير ده انها تقعد ساعة او نص ساعة او الكلام ده، ده على حسب بقى الجو عندك، مش شرط يعني. خلاص كده خلاص هنقرصها بقى معانا. هنقرصها، هما بيقولوا كده نقرص العجين. ماشي، انا بديكم باللغه اللي هما كانوا بيقولوا على. بسم الله ما شاء الله العجينه زي الفل. هاخد منها اقطع كده وايه وهنقرص كده. طبعا انا رشه عندي على الصينيه زي ما انت شايفه الصينيه معايا اهي، رشيت عليها شويه دقيق. تمام اهي كده. طبعا هما كانوا بيخلوا ايه اكبر من كده، يعني انا مصغره في التقريصه بتاعي عشان انا هعمل فطاير صغيره شويه. لكن هما ما شاء الله كانوا بيعملوا بقى ايه الفطيره كبيره يعني. كده خلاص ما شاء الله عملوا معايا زي ما انت شايفه كده 8 فطاير. تمام، هغطيهم عندي وهسيبهم يرتاحوا لمدة الايه 10 دقايق. فاصل ونواصل. حبايبي رجعنا تاني بعد ما العجين عندي ارتاح بالشكل ده اهو ما شاء الله. هناخد اول حاجة احنا عملناها. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. دي على الكونتينر كده على الرخامة عندي. تمام، واول واحدة عندي اهي. شايفين ارتاحت ازاي؟ لازم ترتاح معاكي كده علشان تعرفي تبططيها. عندي الحشوات ايه؟ طبعا هما احنا كنا بنعملها بجبنة وسكر بس. دي جبنة قريش، معايا جبنة قريش ومعايا سكر. عايزة تدعمي السكر ده بزبيب وجوز الهند مفيش مشكلة. وعندي هنا لبنة، عندي حتة عجوة كده قلت اعملها بيها. لو عندك بلح مفرزن وعايزة تعمليها ماشي شغال. انا بديك الفكرة وانتي زي ما انتي عايزة احشي زي ما انتي عايزة، بس هي الاصل هي سكر وجبنة فقط لا غير. كده السمك بتاع الرغيف بتاعنا بيعملوه على السمك ده وبيطبقوها على نفس كده، بس انا بحب ارققها شوية. اما بتترقق شوية كده زي الفطير بتدي طعم احلى. فانا هرقها كده شوية كأني بعمل ايه فطير مشلتت كده. بقت معايا بالشكل ده. عندي بقى انا مسيحه سمنه على زيت. تمام، سمنه فلاحي بقى، يا ريت بقى سمنه بلدي تبقى ايه ملهاش حل. الحاجات دي بتبقى عايزه السمن البلدي. خلاص كده بالشكل ده. حط كده سمنه على زيت كده بالشكل ده. تمام كده. خلاص وهنقوم بقى ايه
مقفلينها كده. بسم الله. شوية زيت على سمنة. وهناخد الجنب التاني كده بنقفلها زي جراب. خلاص كده تمام. هنحط بقى الحشو في الحالة دي هناخد قطعة الجبنة كده. طبعا الحشو ده زي ما قلت لك هي الاساس جبنة وسكر. انت بقى لو انت حابة تعملي مثلا لحمة مفرومة وتخليها غدا كده، وتعملي لحمة مفرومة معصجة وتحطيها، او تعملي برضو قطع فراخ وتحطيها، او مع الجبنة دي تحطي قطع زيتون مع قطع فلفل. برضو هحط ايه شوية سمنة، وهاجي بالجنب التاني وهقفل كده. كده خلاص بقت الفطيرة معايا جاهزة. هحطها في صينية الخبز. هجيب الصينية وهقوم شايلاها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بالشكل ده. احطها في الصينية كده اهي. تمام. احط على وشها برضو شوية ايه، شوية سمنة كده. طبعا بتتخبز على طول، ما بتستنيش، هما بيخبزوها على طول عادي. فانا ايه مشغله الفرن عندي لما يسخن من فوق ومن تحت. هنبقى ندخلهم بس واحنا شغالين. هنعمل التانية شويه دقيق كده. شايفين بقى العجينه ماشيه معايا سلسه ازاي، لانها خمرت كويس وفي نفس الوقت سيبناها ترتاح. لازم وانا بفرد بكف ايدي كده علشان ما تتقطعش معايا، ما اعملش بصوابعي كده تقوم متقطعه. بكف ايدي كده وافردها كده. كده خلاص بقى. هنحط معانا السمنه زي ما انت شايف. تمام. برضو هقفل بالشكل ده. انا هنا هرست الجبنه القريش بتاعتي، ما بحبش احطها كده لوحدها بصراحه. لوحدها بتبقى عادبه وما بيبقاش طعمها قد كده. فانا هرستها هنا بقشطه. لو انت ما عندكيش قشطه دعميها بجبنه اللي هي دومتي، اللي هي الحلوه دي الكريمي. وحطي عليها لو هي مالحه ما تحطيش عليها حاجه، كفايه الجبنه الدومتي اللي انت حطيتيها او القشطه. لو هي عادبه معاكي حط لها حته جبنه من اللي هي الدبل القديمه اللي بتبقى فيها نسبه ملح، علشان تطعم معاكي برضو الفطيره وتبقى طعمها حلو. خلاص كده اهو. هنقفلها زي الحجاب برضو كده اهو. والجنب اللي نقفله نحط عليه زي الفطير كده، نقوم حاطين عليه شويه زيت على سمنه كده. كده جاهزه. هحطها بقى برضو في صينيه الخبز عندي كده بالشكل ده. وبرضو هندهن ايه الوش عندي بالشكل ده. تعمليها معاملة الفطير وتدهنيها ببيضة ومعلقة سكر ومعلقة قشطة. تمام. تبقى الوش ايه مية مية. ممكن الواحد يعمل كده برضو. كده خلاص فردناها. احط بقى عليها ايه السمنة كده. دي الفطيرة بقى هعملها بالسكر كده. تمام. انا هحط السكر. لو انت حابه تطحني السكر اضمنلك عشان ان هو يسيح مع الفطيره ويبقى احسن ماشي، بس احنا كنا بنحطه كده
تمام. احط برضو عليه شويه سمنه كده بتساعد برضو في سيحانه كده. تمام. واقفلها كده كده خلاص. كده انا كده بقى برضو هعمل واحده بالبلح برضو على السريع كده معاكم، وبعد كده انا هكمل الباقي لوحدي. تمام. انا مش هكتر في العجوه لان انا هطبقها وكله هيجي على بعضه، لان طبعا العجوه مسكره جدا غير البلح. البلح ممكن تحشي براحتك، لكن العجوه طبعا مسكره، واحنا هرسنها في معلقه سمنه وكده علشان تبقى طريه معانا. شايفين العجينه حلوه وماشيه معايا فله خالص، لانها خدت كفايتها في العجن وكفايتها في التخمير، فجميله جدا جدا جدا. خلاص كده زي ما انتم شايفين انا عملت اهو دول كده، وعملت ايه دي الكميه اللي احنا عملناها. انا هخبز بقى على طول، وان شاء الله لما يطلعوا من الفرن هنشوف شكلهم بقى ايه. فاصل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم بقى؟ صلوا على النبي كده وقولوا بسم الله ما شاء الله. الحناين طالعه بتتكلم عن نفسها. شايفين الجمال بتاعها؟ شايفين الحلاوه بتاعتها؟ احمرت اهيت وقب معايا وفله فله اهي. يلا بقى كده بقى ان شاء الله هطلعهم بقى من الفرن ونشوف شكلهم هيبقوا ايه بعد الخبز. يلا بينا. وادي يا حبايبي بقى بعد ما خلصنا خبيز وطلع معانا الفطير بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. شايفه طري حلو جدا. شوفي من بره ومن جوه. دي فطيرة الجبنه جميله جدا بصراحه، طالع تحفه. شايفه خفيفه عامله ازاي؟ هقصها لك بالمقص. تعالي هنا نقص حته كده بالمقص. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المقص ده عندك مقص المطبخ. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اهي شايفه عامله ازاي؟ اهي ساندوتشات تتاكل كده بصراحه طالعين تحفه. دي اللي بالجبنه. تمام. سيبها هنا. عندنا برضو اللي بالسكر اهي. دي اللي بالسكر معانا. شوفي طريه ازاي، شوفي الجمال. حلوين جدا جدا جدا. معانا برضو ايه دي معانا اللي هي بالبلح سخنه. دي اللي بالبلح سخنه جدا اهي. شايفه لكم برضو حته. شوفي اللي بالبلح شكلها ايه من جوه. شايفه اللي بالبلح اهي جميله ورقات ازاي. هي اصلا ما بيبقاش رقات، يعني هي اصلا بيعملوها تطبيقتين على بعض وخلاص وتتاكل كده، بس انا عاملاها خفيفه. يعني بصي جميله جدا، والسمك بتاعها بصي خفيف ازاي، بحيث تاكلي منها ما تشبعيش من الاخر يعني. وادي برضو ايه اللي بالجبنه عندنا، بقيه اللي بالجبنه. ودي باللبنه. انا ما طبعا ما وريتكمش اللي باللبنه وانا بعملها. دي باللبنه معايا اهي. شايفين اهي. شوفي من بره ومن جوه التسويه اهي بتبقى كده، تبقى طريه معانا، تبقى جميله ما شاء الله. تحفه تحفه تحفه، طالعه في منتهى الجمال. يا ريت تجربيها تفرحي اولادك كده. حتى العجين دي بصراحه بتفرح 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 بتفرح. يا ريت طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسناش في اللايك وما تنسناش في الشير، ولو انت اول مره جديده ما تنسناش في تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وكان معاكي مطبخ
ما اقولكش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.